السلام عليكم ورحمة الله. اخواتي، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله بغيت نشارك معكم الطريقه اللي كنرسم بها رشمه ديال الطرز رباطي. كنرسمها بوحدي في الدار، ما كنحتاجش انني نمشي نخرجها يعني من السيبر. كنت كنخرجها من السيبر شحال هادي، ولكن مؤخرا وليت اي رشمه بغيتها كنرسمها بوحدي، مع العلم انني انا عندي مع الرسم كنرسمها. ونتشارك معكم في هذا الفيديو الطريقه ديالي، وهي طريقة سهلة. المهم الأدوات اللي غنحتاج، عندي هنايا قلم رصاص، وعندي مسطرة، وعندي قومة. وغنمشي هنايا للجالوري ديال التليفون باش نشوف الرشمة اللي غادا نختار. المهم عندي هنا مجموعة من الرشامي، كاينة هادي، كاينة هادي، نقدروا نرسمو يعني الرشمة اللي بغينا. انا بانت لي هادي زويونة ديال الطرز رباطي، عجبتني وغنبدا على بركة الله. كناخذ الورقة والقلم والمسطرة، وكنسطر هكا واحد الخط في الوسط اللي كيكون خط مستقيم، وغنجي على بعد 4 سنتيم وغنعلم من الجهات بجوج. بالنسبه لهاد 4 سنتيم اللي غادي ندير، انا كنديرها غير كاطار، يعني اللي نحد به هذيك الرشمه، يعني ما خاصهاش تفوت لي هذيك المسافه. وفي نفس الوقت محدي كنرسم كنبقى غادا على داك الخطوط اللي في الجناب. خاصني كيف ما نمشي على هاد الجهه كنمشي على هاد الجهه، يعني نفس المسافه اللي كتكون على هاد الجهه كتكون على الجهه. المهم هو من بعد مني غتتفرجوا كيفاش كنرسم غتفهموني شنو يعني بغيت نوصل لكم. المهم هنا غناخذ القلم الرصاص ديالي وغادا نبدا نرسم هكا كيف ما كتشوفوا. اهم حاجه ان داك الرسم في الاول يجيني فوق من الخط تماما. وهنا يا اخواتي انا وصلت للنهايه ديال الفيديو، وهذا هو الشكل ديال الرشمه من بعد ما ساليتها. كيف ما كتلاحظوا جات الرشمه زوينه ومتقونه. بالنسبه للمسافه اللي ما بين الوريضات تقدروا تعبروها، انا ما عبرتش، والصراحه جاتني المسافه هي هذيك.
نقول لكم إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.